بعد استخارة الله سبحانه وتعالى وهذه الأيام كلها، وبعد أن لاحظت أن الطريقة هي تعرف يعني نوعا من التشردب والانقسام، وأنتم ثابتون على العهد والحمد لله، وأصبحت هذه الطريقة مادة إعلامية لكل أحد من يفهم التصوف فلا يفهمه، ومن يريد أن يسيء إليه. وطريقتنا دائما كانت طريقة كونية، طريقة متبعة للكتاب والسنة، كما كان يقول سيدي حمزة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهي نموذجا لهذا الاقتداء، لهذا القبس المحمدي، لهذه المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فارتأيت ورأيت أن حامل هذا السر هو الذي يجمع الشمل، هو الذي يجمع الشمل، لأن هدفنا في هذه الطريقة القادرية البوتشيشية ليس هدفا سياسيا دنيويا، بل لا نبحث على أن نكون شيوخا، بل أن نكون فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا بد أن نكون فقراء، لأن حب الرياسة هي رأس كل الخطايا. حب الرياسة هي رأس كل الخطايا. في مملكتنا المغربية، مملكة التصوف وهذه الثوابت، الفقه المالكي، العقيدة الأشعرية، والتصوف السني الجريدي، التي تحتضنها إمارة المؤمنين، حامي الملة والدين، لا بد أن تبقى طريقتنا القادرية البوتشيشية. رغم الحمد لله خرجنا من كل هذا، يعني من هذا الامتحان نخرج يعني متفوقين بأخلاقنا، ونعيد هذه الطريقة مكانتها وهيبتها، ونعطي درسا لكل من يهمه طريقتنا طريقة بناء، سواء الذين كانوا من هذا الجانب أو هذا الجانب. احنا كله يعني أولاد سيدي ما فيكم تالي، لا بد أن نعطي وسنعطي درسا لجميع من يهتمون في المشرق والمغرب أو في جميع الدول، يعني بأن الطريقة طريق، رغم إساءتهم لهذا العبد الضعيف، خادم إمارات المؤمنين وخادم ثوابت الوطنية والدينية، ولكن أنا لا أبتغي بحل بديلا. فمن كان لله دام واتصل، ومن كان لغير الله انقطع وانفصل. وثمرة الذكر كما قلت هو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. فسنبقى فقراء وفقيرات إن شاء الله، مجندين وراء صاحب الجلالة. قلت سيبقى هذا السند حاضرا، هذا السند المحمدي وهذه الهمة الربانية حاضرا في مواكبة الطريقة القادرية البوتشيشية، بهذه الرؤية الربانية وهذه المباركة العليا في كلامي، يعني أننا سنبقى على العهد، وعهد المحبين لا ينقضي وينقطع. سنبقى متبعين إشارات صاحب الجلالة وتعليماته السامية ومحبته لشيوخ هذه الطريقة. وأنتم تعلمون ما فعله سيدي جلالة الملك محمد السادس مع سيدي حمزة، ومع جدتنا لاله الطاووس وسيدي جمال قدس الله سرهم جميعا. سنبقى على العهد، وتبقى هذه الطريقة يعني رافعة وحاضنة للقيم الأخلاقية السامية. إذن سنبقى ممتثلين وتحت طاعة أمير المؤمنين واختياراته. هذا اختيارات سواء كانت لسيدي معاذ أو شخص آخر من يدبر ظاهريا وتسييريا للطريقة القادرية البوتشيشية، وسيمده ويوجهه من له السند الرباني في النجاح في المهمة باحترام
بتعاون لتبقى طريقتنا يعني سالكة هذا النهج، ودورها في الإشعاع، وستبقى جميع يعني المؤسسات، سواء مؤسسات المقدمين أو مشيخة الطريقة بأبناء شيخنا كلهم يعني في يعني خدمة الطريقة وخدمة مبادئها، خدمة الطريقة وخدمة مبادئها، لأن بإخلاص وصدق. فهذا هو الأساس. ونقول للجميع أننا سنبدأ صفحة جديدة، صفحة الولاء والوفاء لسر هذه الطريقة ولمشيختها شيوخها، من أجل أن نعطي درسا في الأخلاق وفي القيم وفي الطاعة أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه.